لو انت مسؤول عن البروكيرمنت في شركتك، فالغالب يومك كله مليان ضغط من كل ناحية. موردين عاوزين أسعار أعلى، إدارة مالية عاوزة تخفيض تكاليف، أقسام داخلية مستعجلة وبتقولك هات لنا نفس الحاجة بس أرخص وأسرع. ولما بيحصل أي تأخير أو مشكلة في عقد أو مورد بيوقف التوريد فجأة، أول واحد بيتبص له هو رئيس المشتريات، مع إن محدش شايف إن قرار واحد غلط في البروكيرمنت ممكن يضيع اللي وفرته في الشهور، أو العكس، قرار واحد صح ممكن يوفر مئات الآلاف في لحظة. الحقيقة إن دورك مش مجرد شراء وأوامر توريد، أنت ماسك باب الصرف الرئيسي في الشركة، وفي نفس الوقت ماسك الجودة. كل عقد، كل تفاوض، كل اختيار مورد بيأثر على الربحية والسيولة واستقرار التشغيل الجودي. لو دورة المشتريات شغالة بكفاءة والشركة كلها بتحس بالفرق، تكاليف أقل، شفافية أعلى، ومخاطر أقل. لو عملية الشراء ماشية حبي ومش ماشية بستاندر، الليكج في الفلوس والوقت والمخاطر بيكون اكبر بكتير من اللي ظاهر في التقارير. الخبر الكويس، اللعبه هنا برضو مش عشوائيه. البروكيرمنت ليه سايكل واضحه، ممكن تبقى بروفيت انجن حقيقي لو مسكته من زاويه استراتيجيه. تختار المورد الصح مش الارخص وبس، تبني كونتراكتس تحميك مش تكمل ملف، تستخدم الداتا عشان تكشف الليكج قبل ما تحول لخساره، وتحول الدوره الشرائيه من روتين لمنظومه تحكم وسيطره وخفض تكلفة على مستوى الشركة كلها. علشان كده صممنا اليوم التدريبي المكثف لقيادات المشتريات، يوم واحد مخصص للناس اللي في مكانك بالظبط، هتفك فيه دورة المشتريات خطوة بخطوة من منظور قيادي. فين نقاط التعطيل، فين الهدر، فين المخاطر من ناحية الموردين والعملاء، ازاي تبني procurement strategy الايند مع اهداف الشركه، ازاي تدير الموردين بالارقام مش بالمجاملات، ازاي تستخدم ديجيتال تولز وكي بي ايز عشان تبقى ماسك المشهد من فوق ومشغل الفريق كله بثقه ووضوح. اليوم ده مش كورس عن المشتريات بالمفهوم التقليدي، ده اعاده تعريف لدورك كقائد مشتريات وقائد للفريق، من منفذ طلبات لصانع سياسي وحارس تكلفه وشريك استراتيجي في القرار. لو حاسس ان اللي في ايدك اكبر من مجرد اوامر شراء، خد قرارك انك تستثمر في يوم واحد عشان ترجع تبص للمشتريات في شركتك كجيم واضح تقدر تكسبه، مش معركة يومية بلا نهاية.